السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا كتير ما تقابلناش من آخر فيديو عملناه سوا، وأنا بصراحة خدت دور برد جامد كده. النهاردة بقى هنعمل قرع عسل وازاي نقشره بسرعة ونقطعه وندخله الفرن وهنعمل مكرونة بشاميل وهنعمل جلاش باللحمة وهنختلف في الطريقة بتاعتنا طبعا. اول حاجه كده معايا على قد الايد ما تكفي وارب ووفي. ماما دايما تقول لي المثل الجميل ده، يعني ايه؟ مش لازم بقى تطلعي وتطلعي كل اللي في التلاجة. هو يوم في الشهر كده بتعملي فيه اكلات كده مختلفة على مزاجك وعلى رواقة كده. فانا النهاردة ما لقيتش احلى من الجلاش باللحمة المفرومة والمكرونة البشاميل اللي هي برضو ام لحمة مفرومة وزيتون على طريقتي انا، دينا شانل وان. اهلا بيكم، ولو انت لسه بتشوفيني في القناة جديد اتمنى تشوفي الحلقة ديت وقلبي كده بقى في الفيديوهات اللي موجودة وقولي لي رأيك في القناة عندي. الاشتراك دوت حاجة بتاعتك انت وتقييمك انت ليا. يلا بقى نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عشان خاطر احنا خلاص قفلنا ما يقرب من شهر رجب ودخلنا خلاص، يعني ايه، كلها كام يوم ان شاء الله هندخل على شهر شعبان. كمان عايزه اقول لكم نستعد بقى لرمضان. عايزه اقول لكم رمضان بالنسبه لنا مش اكل وصوم وبس، لا، رمضان كمان احنا بنستعد ان احنا نصوم عن الكلام والفتن، ونصوم كمان عن الحاجات اللي احنا ممكن طول النهار بنضيع فيها وقتنا، فنقلل منها شويه علشان خاطر صيامنا يكون مقبول. نستعد لحاجة زي كده، يعني نقاوم نفسنا ان احنا طول الشهور التلاتة دول ان احنا نعصم نفسنا من الاخطاء، وكمان نكتسب حسنات زيادة، لان الشهور دي طبعا بتبقى مغفور فيها حاجات كتير. يلا بقى، انا كترت في الكلام كده ليه؟ عايزه اقول لكم انا الفتره اللي فاتت تعبت بجد، كان عندي دور برد وما زال يعني. فعايزه اقول لكم بقى، قلت لا انا هفضل كده. قومي يا بنتي طلعي كده نص كيلو لحمه مفرومه من اللي عندك. عايزه اقول لكم بقى، انا عملت صينيتين جلاش، وعملت كيسين لحمه كيسين كيسين لحمه، كيسين مكرونه اقلام سايبه. ما حبيتش اللي هي المغلفه اللي من دول في اكياس كده ب6 جنيه وب9، فما حبيتهاش. انا جبت من اللي هي السايبه، جبت بقى الطاسه بتاعتي اللي دايما متمرمطه معايا ديت، وحطيت فيها بقى، انا غيرت نوع السمنه بتاعتي من كريستال للاصيل. بصوا بقى، احسن زبده وسمنه مع بعض هي الاصيل اللي انا موريها لكم في الفيديو ده. بتعملي بيها عجين، تعملي بيها بسكوت، تعملي بيها فطير، تعملي بيها عيش، تعملي بيها اكلات. بصوا هي كلها على بعضها مرمله كده، تحسي بالترميلة بجد، ريحة السمنة البلدي على الزبدة. فبجد لو بتسألوني يا دينا وبتثقوا فيا، طبعا انتوا بتثقوا فيا وفي كلامي، عارفين ان احنا هنا في القناة بنتشارك الافكار والرأي الصحيح. هي هتلاقوها في مناطق ب90، وفي مناطق هتلاقوها ب85 جنيه، وفي مناطق هتلاقوها ب95، يعني 5 جنيه 10 جنيه زيادة. بس والله العظيم احلى زبدة على سمنة شفتها في حياتي. هي اختي اسماء اللي قالت لي عليها، قالت لي انا بستخدمها، ما كنتش اعرف انها حلوه كده، انا كنت دايما بستعمل كريستال ولا روابي ولا الهنا ولا جنه ولا الكلام الفاضي ده كله. فبالنسبه لي كان كريستال كل حاجه. فبجد جربت الاصيل دي لقيتها تحفه بجد، غلبت كريستال والهانم. فخصوصا انتوا داخلين على رمضان، ثقوا فيا، انا عملت بيها هو بسكوت. البسكوت طالع جميل، ماسك بعضه وحلو كده وليه رونقه يعني. انا عملت معاكم طريقه البسكوت دوت في الفيديو اللي قبل اللي فات، فلو انتوا عايزين تشوفوا الطريقه هتلاقوا الفيديو موجود عندكم. النهارده بقى جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها سمنه الاصيل ديت، حطيت فيها معلقتين على شويه زيت صغيرين، عشان خاطر انا مش عايزه اهدرك الكوليسترول الكبير. وكمان جبت كيسين ماجي بشاميل اللي انتوا شايفينه دوا معايا. وانا هعمل البشاميل بتاعي بطريقه مختلفه، جبت الطاسه وجبت فيها بقى السمنه والزيت بتوعي، وجبت والبصل كرملته كده، وبعدين نزلت فيه بالزيتون واللحمه المفرومه. بعد ما البصل اتكرمل معايا شويه، رحت مقلبه الايه،
البصل بالزيتون، وبعد كده نزلت باللحمة شوحتها وحمرتها نص تحميرة كده عشان ما تبقاش ناشفة معايا. تمام. بعد كده جبت اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبت كده ليا حتة صغيرة عشان خاطر تعمل تماسك كده وقوام للحمة معايا. وابتديت ان انا اقطعها شوية. عندي ماما بتحبها فيها يعني ذرة دسامة كده، وحمرتها مع اللحمة والبصل والزيتون. وكمان فشرت طماطماية على الوش بعد ما اللحمة اتحمرت، علشان خاطر اللحمة ما تبقاش كلها دهون. ففشرت طماطماية معاها، وبعدين ابتديت اعمل في البشاميل. جبت كده الطاسه الالومنيا بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي. ناس بيقولوا لي دينا انت بتستعملي الطاسه اللي هي السودا تيفال كل مره. انا غيرت، هو عندي الومنيا وجرانيت وكل حاجه، بس في حاجات كده انا بعتز بالطبخ فيها. جبت كده الطاسة الألمونيا بتاعتي ونزلت فيها بقى معلقة سمنة من الأصل اللي أنا بقول لكم عنها. هي زبدة وسمنة، بس هي 90% زبدة، فحلوة بصراحة. ونزلت بقى بمعلقة دقيق مع الكيسين الفاين فاين فودز بشاميل. البشاميل انا جايباه بالجبنه، فطبعا انا مش هحتاج احط جبنه كتير لان هي فيها طعم الجبنه. ونزلت وقلبتها، وبعدين نزلت عليها بكوباية لبن وقدها كوباية مية، وابتديت اقلب بسرعة، اقلب علشان خاطر البشاميل ما يبقاش مكتل معايا كل مرة بتبقى التكتلات دي. بعد كده جبت البيضة، بيضتين يا ربي، حطيتهم في فنجان عندي، وابتديت ان انا اقلبهم ونزلت فيهم بفلفل اسمر. عايزه اقول لكم اللحمه حطوا البهارات اللي انتوا تحبوها. انا بصراحه بحط مع اللحمه مكعب فايف فودز مع اللحمة طعم الفراخ بيبقى طعمه تحفة. يعني بتبقى لحمة بطعم الفراخ ازاي، دي بتبقى ميكس كده جميل. بعد كده سلقت المكرونة بتاعتي نص سلقة وقلبتها. بعدين نزلت فيها بالبشاميل، تقليبة بشاميل كده في المكرونة. بعدين جبت الصينية بتاعتي ونزلت فيها بالمكرونة. بعدين حطيت طبقة من اللحمة، بعدين حطيت شوية بشاميل، بعدين طبقة مكرونة، ودخلت الفرن. جيت بقى الصواني بتاعتي التانية، جيت جايبة بقى دهنيها بالزبدة الأصيل اللي قلت لكم عليها أو سمنة الأصيل. وجبت الجلاش بتاعي وعملت 4 طبقات أو 5 طبقات من تحت، وبعدين حطيت عليهم شوية زبدة. وبعدين نزلت باللحمة بتاعتي نفس الخلطة بتاعت البشاميل، يعني أنا مغيرتهاش. الخلطة دي أنا حطيت فيها بلح جوز الطيب وحبهان وملح وفلفل أسمر، ما زودتش عن كده. فدي التوابل بتاعتي بالنسبة للبشاميل والجلاش. تمام. جيت بعد كده رحت منزلة الجلاش مجلفناه، وبعد كده رحت مقطعاه وسقياه باللبن على الوش عشان يطرى معايا، بعد ودهنته بقى ما خلصت الأكلة بتاعتنا بالبضاية البسيطة بشوية ديت، فلفل اسمر. عملنا زي ما طبعا انتوا شايفين كده. 4 صواني اول لماما صينية طلعت وليا معايا من والبيت وكده. الجلاش طالعة بسم الله ما جبت شاء بقى الله قرع لله العسل الحمد. الجميل قوي ده. عايزه اقول لكم بصوا انا اول بقى مره ما اسهل حسيتش طريقة بالمكرونه تقشري كده بيها قرع العسل، انا وتطلع عارفة ان معايا الناس كتير. بتحبه، يعني طالعه لكن بصراحه بتتضايق كتيره قوي جدا. من طريقة طبعا التقشير، بيقعد انا يزفلت يعني منهم، الفيديو ده وساعات كبير بيحطوه في الفرن جدا وانا عشان عماله يقشروه، يعني وساعات تقسمه امشيه نصين. بسرعه عشان خاطر انا لغيت كل ده تشوفوا معايا نهائيا. النتيجه هتبقى عملت ايه بقى؟ ازاي. جبت قشرة البطاطس، لو انت عندك القشرة دي او القشرة الصغيرة، اي قشرة عندك، تأكدي ان انت هتعمليه في ثواني. هتجيبي ناحية البطاطس او الجهة التانية اللي هي بتاعت الشيبس، وتقومي مقطعة زي ما انا بوريكي كده. شوفي بقى، يعني نتيجة فعالة بجد بجد بجد. في ثواني هتكوني مقشرة قرع العسل. هنقشرها من ناحيتين، اما ناحية الشيبس اما ناحية تقشير البطاطس كده. تمام. وهتتقشر معايا في اقل من دقيقة، والله العظيم اقسمت بالله ما اخدت وقت معايا. تمام. انا حبيت ان انا اشارك معاكم الفكرة دي، لعل وعسى تكون ليها افادة لغيري اللي بيحبوا يعني قرع العسل. زي قرع العسل دوت انا جايباه، هعمله تخزين. يعني الاول هقشره واقطعه مكعبات في ثواني، وكمان هوريكم ازاي تنضفوه. انا بعد ما قشرته كده هقسمه نصين، وبعدين بالمعلقة وهبتدي اكحت البطن بتاعته. تمام. وابتدي بعد كده اقطع مربعات واحطه على في حلة على البوتاجاز، وشوية سكر. هتقولي لي هو بيبقى مسكر؟ لا، هو لازم شوية سكر عشان يدوب معاكي بسرعة. وتحطي معاهم شوية مية. بصي بقى،
قرع العسل إما بيتعمل مربى، إما بيتعمل بشاميل في صينية، إما بيتاكل كده كحلو يعني مهلبية قرع عسل كده، فكذا طريقة. أنا في الفيديو ده والله العظيم أنا كنت ناسية أصلًا أصور الفيديو، يعني بُصّي رضوان اللي فكّرني. دول فيديوهين في بعض. بانضّف كده بالمعلقة وبعدين أغسله، وبعدين أعمل إيه بقى، أبتدي أقطّعه كده مربعات، وكمان ممكن فكرة من غير ما يعني ما تنضّفي تدخّليه تقسميه نُصّين وتدخّليه الفرن بعد ما تنضّفي البطن كده، بيطلع معاكِ القشرة دايبة، تبتدي إن أنتِ تقطّعي فيه. المهم هتبتدي إن أنتِ تعمليه مكعبات لو هتخزّنيه في التلاجة أو في الفريزر عندِك في أكياس، هتبتدي تقطّعي مربعات زي ما أنا باوريكِ كده، وبعدين هتعملي إيه، هتحطيه في حلة على البوتاجاز وتحطي معاه شوية سكر و بس بُق مَيّة، وتسيبيه وتوطّي عليه وتقلّبيه بقى، تابعيه وقلّبيه لحد ما يدوب معاكِ ويبقى عامل زي المربى. ممكن تخزّنيه مربى، ممكن تقلّبيه تقليبة وتخلّيه مربعات إيه، لأي وقت عندِك، رمضان، العيد، أي يوم في السنة، هو بيقعد معاكِ مدة كبيرة يعني. تخزّنيه في أكياس وتمنعي عنها الهوا طبعًا، تفرّغي الهوا وتدخّلي الفريزر. ممكن بقى بعد ما أنتِ تعمليه على البوتاجاز تدخّليه الفرن تهرسيه بإيدِك، بالهرّاس، بمعلقة، بمغرفة، أي حاجة. اهرسيه ونعّميه ودخّليه الفرن واعمليه بشاميل مسكّر، إما تعمليه مهلبية زي المهلبية بتاعتنا وتعمليه كوبايات وتحطّي عليه فاكهة، هو ليه كذا طريقة. عمومًا قرع العسل من يعني الحاجات المفيدة جدًا لجسمِك وللأطفال، وكمان أنا عايزة أقول لِك قرع العسل ده أنا باعشقه. يعني يعني أقول لكم يعني بيبقى حاجة بتدّي انتعاش كده وبتدّي. شُفتِ الشوكولاتة بالنسبة لينا إحنا كبنات، الشوكولاتة بتبقى حاجة بتفرّحنا، قرع العسل بالنسبة لي أنا أحسن من الشوكولاتة، يعني حاجة حلوة. بُصّي هو رضوان واقف معايا بقى وعمّال يساعدني إن أنا يعني ورهف، مش رضوان بس، ده رضوان مرهّف. عايزة أقول لكم اليوم ده أصلًا كان يوم الدربكة والكركبة، يعني يوم ما باشغّل الفرن بقى ما باشغّلش على حاجة واحدة، ده أنا باعمل بسكوت، باعمل صواني، أعمل حلويات، يعني باشغّل الفرن لكذا حاجة بصراحة. فالجو هنا كان جو بارد جدًا، اليوم ده كان بارد، بارد يعني وكان في أمطار، فقُلت لأ، يعني أنا هاحاول بقى أسلّي نفسي عشان أنا باخاف أصلًا من المطر أوي بصراحة والله بجد. يعني طول ما المطر شغال باقعد أسبّح ربنا وأكبّر وأقول يا رب استرها يعني بابقى خايفة بصراحة. يعني في ناس يعني قلبها جامد، أنا من النوع اللي قلبي ضعيف شوية ناحية المطر. آآ أنا مش عايزة الحلقة دي تكون حلقة كبيرة، أنا عايزاكم تستمتعوا بقدر الإمكان في الحلقة ديّة. الأكل بتاعنا خفيف مش تقيل، أكل مناسب لبعضه، يعني صواني مكرونة مع جلاش، حتى لو الجلاش ما اتاكلش مع المكرونة ممكن يتاكل بكوباية شاي. أنا بالنسبة لي الجلاش بكوباية شاي بلبن في الفطار بتبقى في الفطار، ما حدش يستغرب يا جماعة والله، بتبقى لذيذة جدًا وماما معوداني على كده. ممكن في الغدا برضه بكوباية شاي فاضية يعني من غير لبن، بتبقى طعمها لذيذ، يعني قطمة وشوربة، قطمة وشوربة بتبقى حلوة أوي يعني. إيه كمان، في ناس قالوا لي دينا اعملي لنا جولة في المطبخ. بُصّوا يا جماعة دينا جالها عقدة، عقدة من المطبخ، كل ما باصوّره مش هاقصد حاجة والله، كل ما باصوّره بالاقي في كارثة حصلت معايا. المطبخ عندي مش كبير، هو مطبخي صغير بس حلو، يعني أنا مهتمية بيه، باحبه ومصوراه والله في القناة كذا مرّة. البيت عندي حلو مش وحش، حتى بيتي البيت صغير عندنا وجميل كده وحلو مش وحش. في ناس بيقولوا لي أنتِ مش عايزة تصوّري البيت، لا والله أنا صوّرت البيت، صوّرت كذا فيديو، يعني صوّرت وأنا بادهن البيت بتاعي تحت المدخل بتاعي وأنا باساعد نفسي بنفسي، أنا باعمل كل حاجة ما باحتاجش حاجة إن أنا يعني حد يعملها لي. ما فيش إلا لمّا التلاجة باظت أنا جِبت واحد يصلّحها، أنا مش هاشتغل يعني إلكترونيات تلاجات يعني مش يعني مش تخصصي. بالنسبة للناس اللي بتسأل والله بجد أنا يعني والله كان بودّي كان بودّي بجد يعني إن أنا أعمل حاجة زي كده، هاتجرأ إن شاء الله وهنعمل مع بعض أفكار حلوة.
مناسبة يعني. اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا اطمنتوا عليا، علشان خاطر في ناس كتبوا لي انت غايبة فين، وناس يعني اتصلوا عليا، ممالك ومنودي وناس صحابي كتير. فبجد انا بطمنكم عليا، انا بس كل الموضوع ان انا جالي شويه ظروف كده، برد كده، اما لقيت نفسي قادره اتكلم احسن ما اكون بتكلم بقى وانا بزكم وازيكم والكلام ده وخنف بقى وكده. ما حبيتش كده بصراحه، فقلت بس ربنا بس يديني شويه قوه كده واطلع لكم في فيديو. في فيديوهات يا جماعه بتبقى موجوده انا مصوراها، وفي فيديوهات بتبقى لسه جديده. فالفيديوهات دي من الفيديوهات اللي انا مصوراها